طبعا اللي حصل ده غلط جدا. ليه؟ لان مفيش دايت صحي متوازن متكون من عنصرين بس، عصاير وتمر. احنا المفروض بناكل بروتينات، نشويات معقده، دهون صحيه، فاكهه وخضار حيث الفيتامينات والمعادن والالياف. قاعده نتفق عليها سوا، جسمنا ما بيضحكش عليه. اول حاجه هيعملها انه يقلل حرقه عشان مش بياخد العناصر الغذائيه اللي هو محتاجها. واللي هنخسه دون عباره عن ميه وعضلات. وما نبطل الدايت دون هنرجع بسرعه عشان حرقنا قل ونرجع دهون بس. وبالنسبه للديتوكس ان الناس تنقع خضار وفاكهه في ميه ويشربوه ويقوم كده ينقوا جسمهم من السموم، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. انا نقي جسمي من السموم دي وظيفه الكبد بيعملها من اول ما ربنا خلقنا. كل اللي المفروض نعمله ان احنا نبعد عن الاكل الغير صحي ونلتزم بالاكل الصحي، خضار وفاكهه كتير. اللي بنصح بيه الناس دايما، ارجوكم ما تعملوش دايت غير صحي علشان انتوا مستعجلين وعايزين تنزلوا بسرعه. الحاجات الصح بتاخد وقت. الرينج الطبيعي للنزول اللي مش هيضر جسمنا من نص كيلو لكيلو في الاسبوع، علشان نوصل لفتره التثبيت ونعرف نثبت وزننا بطريقه صح. هي الاجابه لا، ما تخافوش، مش بيقلل الحرق، ده على العكس تماما. بس الاول تعالوا افهمكم حاجه، جسمكم بيشتغل ازاي. الجسم اللي بيعمل دايت اقل من 800 سعر حراري، او بيعمل دايت غلط فقير في العناصر الغذائيه زي الدايت الكيميائي، اول وسيله دفاع بيعملها انه بيقلل حرقه، فمش بنخس حتى لو خسينا في الاول. عكس الصيام المتقطع، انت ما بتيجي تفطر بتاكل كل العناصر الغذائيه بتاعتك وكل السعرات الحراريه اللي انت المفروض تاخدها خلال اليوم في الفتره اللي بيسموها ويندو اوف ايتنج او فتره الاكل. فما تخافوش خالص، بالعكس ده بيطلع فيه جروس هرمون اللي هو اصلا بيساعد على حرق الدهون. لازم الاول نفرق بين الدايت عشان نخس وبين النظام الصحي لحياتنا. زي مثلا واحد ما بيتعشاش، واحد متعود يتمشى كل يوم نص ساعه. كذلك الصوم المتقطع، الصوم المتقطع ده نظام صحي لحياتنا، فممكن نعمله 4 5 مرات 6 مرات الاسبوع كله، مفهوش مشكله. لكن الاهم ان احنا هنفطر على ايه. لازم ناكل العناصر الغذائيه كلها بتاعتنا ونبعد على قد ما نقدر عن الاكل الغير صحي. خلاص احنا متفقين ان مفيش دايت صحي متوازن هيكون متكون من عنصرين بس. لازم ناخد كل العناصر الغذائيه، بروتينات، نشويات معقده، دهون صحيه، وفاكهه وخضار. وعلشان نخس محتاجين نقلل سعراتنا الحراريه. لكن السعرات الحراريه دي جايه من انهي نوع اكل؟ ده مهم برضو عشان في سيستم هرمونات بيتحكم في جسمنا. زي المثال اللي مكتوب في السؤال دون، اما ليا 1200 سعر حراري هاخدهم من البروتينات بس والخضار. البروتينات الكتيره بيطلع لها انسولين، والانسولين دون بيبني الدهون مش بيحرقها، فاحنا كده ما عملناش حاجه. جسمنا محتاج الرقم ده لكل كيلو جرام في جسمنا بروتين. الرقم ده ممكن يزيد لو حد بيلعب حديد او مثلا واحده حامل، انما ما بيقلش عن الرقم ده.